اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايبي، اليوم جبت لكم طريقة البورق العراقي الأصلي. نحتاج إلى ماء وملح وطحين، وهذه القياسات أنا اللي سويتها، اعتمدوها وضعفوها إذا تريدون كمية أكبر. هي المي 3/4 الكوب، ما يعادله 2.5 كوب طحين بس، وخاشوقة ملح. تعجنون لمدة 14 دقيقة بالعجانة بإيديكم كيفكم، وبعدين تخلونه يرتاح، تدهنونه بالزيت وتخلونه يرتاح. هنا أنا حضرت الحشوة مالتي اللي هي عبارة عن لحم وكرفس، ورديت أسوي مالت الجبن. حضرت جبن، والجبن مو ليموع، لا، الجبن العرب اللي احنا نقول يعني العرب. حبايب، لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وتعليق حلو مثلكم. هنا أنا سويتهم بداية لأنه الثرم بالإيد يصير أطيب الطعم مالت الحشو من محضرة الطعام تسويه مي، فيصير الحشو مو هالقد طيب. فهنا أنا بديت أكمل البصل وخليته بالطاوة، حمست وياه اللحم عندي مسلوق، وهذا الجبن اللي سويته هم خليته وياه كرفس. إذا تحبون تحطون حبة حلوة بكيفكم. هنا أنا العجينة ارتاحت مدة 15 دقيقة بين ما كملت الحشو، وقطعتها بشكل مساوي، سويتها كرات دائرية وضغطت عليهم وخليت لهم زيت حتى ما يلزقن شي بشي. هنا أنا خليتهم يرتاحون هم، وبديت أفتح وحدة وحدة، والوحدة أسويها 4، وسووها مثل الفيديو بالضبط. يلا تطلع مثل ما البورق المورق اللي بيه أكثر من طبقة، يعني البورق اللي بيه طبقات. هنا أنا كملت اللف، واللف أنا سويتها بأشكال هواية، بأشكال مثلثة، أشكال طولانية، وأشكال صغار، يعني كيفكم أنتم. يعني أنا من سويته حتى أقول لكم كل شيء يصير، يعني كل شكل اللي تريدونه يصير. أهم شيء حبايب، لا تضغطون العجينة من تلفوها حتى تصير طبقات من نخلص تقلى. وهذه مالت اللحم وهذه مالت الجبن، مو مايع الجبن باقي لأنه هو مال العرب. ومع السلامة، وإن شاء الله أشوفكم غير فيديوهات.